مشاهدي ومتابعي برنامج حديث الشارع، معكم الصحفي سيد حمادة محافظة أسيوط. نحن الآن متواجدون في موقع حادث سقوط ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بمركز ديروت منذ أول أمس، الذي راح ضحيته 4 أفراد. تم انتشال شخص واحد فقط، ويبقى ال3 الآخرين داخل قاع الترعة الإبراهيمية. كما نرى ونشاهد الحسرة والحزن والأسى تملأ عيون أهالي الضحايا. كما نرى ونشاهد الواقعة كما حدثت أول منذ يومين. كان في ميكروباص من مركز ديروت واقف داخل الموقف اللي احنا واقفين فيه حاليا، وكان بيحمل كالعادة، وتم تحميل 10 أفراد بداخل الميكروباص. فوجئوا الركاب برجوع الميكروباص إلى الخلف وسقوطه داخل هذه الترعة التي أمامنا، المسماة بالترعة الإبراهيمية، داخل مركز أبنوب، داخل مركز ديروت. تم إنقاذ 6 أفراد قفزوا سواء قفز أو عوما من داخل الميكروباص، ويبقى الآن وتوفى داخل الميكروباص 4 أفراد، رجل و3 سيدات. تم انتشال الرجل، والآن نشاهد قوات الإنقاذ النهري تقوم بتجهيز المعدات لمحاولة البحث التي بدأت منذ 3 أيام حتى الآن لانتشال باقي الضحايا من قاع الترعة الإبراهيمية. كما نرى ونشاهد قوات الإنقاذ النهري تجهز المعدات التي على مدار 3 أيام تقوم قوات الإنقاذ السريع بالبحث على الضحايا لانتشالهم من داخل قاع الترعة الإبراهيمية. كما نرى ونشاهد الأهالي ينتظرون خروج أبنائهم من الترعة. كما نرى ونشاهد دموع والحسرة والحزن والأسى على وجوههم. كما نرى ونشاهد مأساة كبيرة تشهدها محافظة أسيوط لفقد أبنائها، حيث سقط الميكروباص بركابه داخل هذه الترعة. كما نرى ونشاهد كان داخل الميكروباص 10 أفراد. تم خروج 6 أفراد، سواء اللي قفز من الميكروباص أو اللي خرج سابحا من داخل الميكروباص، وبقى داخله 4 أفراد. رجل يدعى محمود توفاه الله، وتم دفنه من قرية مسارة، ويوجد الآن 3 سيدات داخل قاع الترعة. جرفتهم الطيار أكيد إلى بحري. نحن نشاهد الآن قوات الإنقاذ النهري تقوم بتجهيزات لمعاودة البحث مرة أخرى التي لم تتوقف في أي لحظة من اللحظات. أقول لك البتاع ده الناس يجربك لتحت، خلي بالك. والله كلامك مظبوط. رجال الإنقاذ، قوات الإنقاذ النهري، تبع حبيبي. نشاهد الآن عضو مجلس النواب علاء سليمان في متابعة جهود قوات الإنقاذ النهري.
نتابع الآن جهود قوات الإنقاذ النهري في عملية البحث لانتشال الضحايا من داخل قاع الترعة. خش مع الطيار، خش مع الطيار، بص يا محمد، خش كده، ريح كده، ريح، خش الجو، اسحب تاني، اسحب الجو، بس اجري اجري اجري، تعالى تعالى تعالى